مساء الخير متابعيني اليوتيوب، كيفكم؟ ان شاء الله كلاتكم بخير. شو اخباركم؟ قرب رمضان ونحن بنص شعبان، وان شاء الله كل سنة وانتم بألف ألف خير، والله يتقبل دعانا وصيامنا يا رب. اليوم رح نطبخ فطر مع لحمة. اللحمة عندي هي كبابة، نسيت اتبلها قدامكم. فبهاراتها ملح طبعا، فلفل اسود، رشة قرفة وفليفلة حمراء. هاي هي بهاراتها. وراح نشيل هدول. اكلة كتير كتير طيبة. تابعوا الفيديو للاخير. شوفوا، هاي بدنا نحشيها كبابة بكل سهولة. وهاي طبعا ما راح نكبها، ما في شي بنكب. الحمد لله على النعمة، الله يديمها النعمة علينا يا رب ولا يبطرنا فيها. الفطر أنا كتير كتير بحبه وكتير بستعمله بطبخاتي، وهو بنفس الوقت مفيد ومغذي. حبايبي أنا قشرت الفطر، انتو شلون بتعملوه؟ بتريدوا تغسلوه؟ في ناس بغسلوه، أنا ما بحب أغسله، بتشرب مي كتير. وفي ناس بمسحوه بمحرمة، أنا بقشره. انتو شو رأيكم؟ وشلون مفيد؟ بيقولولي القشر مفيد. بقى صحيح بالكومنتات اكتبولي انه القشر نقشر الفطر مفيد ولا ما مفيد. بتمنى هيك تجاوبوني على هالسؤال، مشان نحن كمان نعرف تاني مرة ما نقشره نغسله. ما بنمسح الصراحة، أنا ما بحب أمسحه بالمحرمة. في ناس بيقولوا امسحوه بالمحرمة، أنا ما بحب أمسحه بالمحرمة الصراحة. بقى أنتوا شلون بتعملوه؟ شلون بتطبخوه؟ اكتبوا لي بالكومنتات. عن جد هي أكلة كتير طيبة، يعني بتريدوا تاكلوها من دون ما تطبخوا جنبها رز، بتريدوا تاكلوها وتطبخوا جنبها رز كمان، تطلع كتير طيبة. شوفوا ما شاء الله الفطر بشهي. هلا بنكمل الكمية كلها ونرجع بنكمل طبختنا سوا. هاي حتى الشباب الصبايا أكلة كتير سهلة، وطبعا الفطر متوفر بكل محلات. هذا جبت أنا هيك صفدين، كل واحد على قد عدد عيلته، الكمية اللي بده إياها بجيبها. شوفوا بكل سهولة بنشاله. أنا من قبل منزلة طبخة الفطر، بس هي غير طريقة الصراحة. التنتين طريقتين كمان كويسين. خلصنا من شيل القمع، وهلا بدنا نحشيهم. نلبس كفوف وبنحشيهم هي اللحمة. دهنا الصينية سمنة كتير طيبة. هاي الأكلة بتكون شوي مدهنة. ونسيت أقولكن هاي لحم خروف. لحم الخروف بيجي شوي مدهن. بتحطوا هيك اللحمة وبتصفوها بالصينية. شفتوا ما أسهلها حبايبي؟ هي اللحمة إذا كانت مدهنة بتعطي نكهة كتير طيبة. طبعا الدهنة دهنة الخروف ما هي مضرة، بالعكس هي الدهنة النافعة. السمنة الزيت عفوا الزيت النباتي هو مضر. بتمنى انتو تتابعوا تكتروا من زيت الزيتون. زيت الزيتون كتير كتير مفيد، يعني ما بقلكن شقد له فوائد، وذاتي مذكور بالقرآن، ما في داعي نقولكن شي المذكور بالقرآن مبين عليه مفيد. شفتوا شقد سهل، وما بتاخد وقت بالفرن كتير كمان، يعني شغلة 20 دقيقة لنص ساعة وبتكون أكلتنا جاهزة. إذا ما وسعت بهالصينية بنحطها بصينية تانية. يا سلام على هيك طبخة، الصراحة الفطور مع اللحمة كتير طيب.
خليكن معنا لنكمل طبختنا سوا حبايبي. هي خلصنا الكمية كلها. بجوز هلا ما يسعوا بهالصينية، بنقلها لصينية أكبر. بقيان عندي هي شوية اللحمة، بدي أحط معها شوية بصل. البصل كمان كتير طيبة مع هالأكلة، يعني حرام تضل هاللحمة هيك. بيطلعوا لهم شي 4 5. هلا بنقلهم، بدهن صينية أكبر من هي، بدهن سمنة وبنقلهم على صينية أكبر. وهي خلصت طبختنا لليوم. شوفوا حبايبي ما شاء الله، طلعت صينية بتشهي. حطيت فليفلة، حشيت وحدة من الفليفلة كمان، كتير بتطلع نكهتها طيبة. وهلا بنحطها بالفرن وبنشوف كمالة الفيديو حبايبي. حبايبي هون في عندي بروكلي، بدي فور عليه مع بقايا اللي فطر اللي يضلوا. شوفوا هلا كتير كتير رح يطلعوا طيبين. هون حطينا مي سخنة عم تغلي، رح احط معلقة، نص معلقة اكل سكر. السكر ليش بدك تقولوا خالي السكر؟ السكر بيحافظ على لون البروكلي، ما بيخليه لونه يطلع باهت. وهي رشة ملح، لأن البروكلي ضروري نفور عليه. حبايبي أنا نزلت متبل البروكلي مع الأفوكادو على قناتي على التيك توك، روحوا شوفوا الطريقة، وطلع أطيب متبل عن جد. كتير كتير طيب المتبل طلع. هون بس غلت المي، بدنا نحط البروكلي بس هيك شي 5 دقايق. تمام، 5 دقايق ومنطالع ومنحطه بمي متلجة مشان يضل على لونه. شوفوا شلون تغير اللون، لان البروكلي الزهرة ما بينخسلوا، فهيك بتعقموا وبيضل على لونهم، بيحافظ على لونهم. والله العظيم كم مرة اجاني تعليق خالص شلون بيطلع هالخضار لونه بشهي عندك. فورا الاخضر شي، كل شي اخضر فورتوا عليه فورا حطوه بمي متلجة. هي مية التلج عنا على فكرة، انا عندي هلا تلج. البروكلي الافوكادو كتير كتير مفيد للكبار للصغار، وحاولوا باي شكل باي طريقة تطعموا ولادكم. هيك بس 5 دقايق ينسلقوا ومنحطهم بهاي المي المتلجة. يا سلام، اليوم اكلتنا بتشهي ومفيدة ومغذية عن جد حبايبي. والله بنصحكم تروحوا تشوفوا الفيديو، انا ما نزلته على اليوتيوب. اذا حبيتوا بنزل بكل تفاصيله على اليوتيوب. متبل الافوكادو مع البروكلي كتير طيب، والله كتير حبيته انا. منزله عجة البروكلي كمان طالعة كتير طيبة. تعالوا نشوف. نطالع البروكلي حاجته، وبعدين انا راح اسلقه، راح اقليه عفوا هو وبقايا الفطر بالسمنة، بالزبدة والسمنة. هلا بنغير عليه 2 3 بمية الباردة. شفتوا اللون شلون صار بشهي اللون. هدول صاروا جاهزين، هدول بقايا الفطر القمع اللي شلناه. وهي فليفلتين، الفليفلة اختياري بس بحط فليفلة معهم. وهي البروكلي. هلا بنحط الطواية وبنحط زبدة وسمنة مع بعض وبننسفهم شوي لياخدوا نكهة السمنة، وبنرشلهم شوية ملح وشوية فلفل اسود. يا سلام، شي بشهي. هلا بدي احمس هالخضرة حبايبي، بدي اشوحها تشويح. حطيت شوية زبدة وحطيت سمنة من نكهة طيبة. وهون الرز عم نطبخه، عم بطبخ رز جنبه. وهي الفطر كمان بالفرن. يا سلام،
هلا بدي احط شوية جبنة موزاريلا فوق الفطر. الخضرة كمان بس هيك 10 دقايق تشويحة وبس. رشيتلها ملح، رشيتلها فلفل اسود وبابريكا. تريدوا هاي انتو الفليفلة الناعمة اختياري، اذا بدكن حطوا، ما بدكن انتو حرين، بس كتير طيبة هاي مع الفليفلة. هلا اجا دور الجبنة. يا سلام، بس شي تسيح الجبنة بنحطها شي دقيقتين 3. يا سلام يا سلام. يا سلام حبايبي، هالجبنة سايحة فوق هالفطر، وهاي الرز حبة جنب حبة. شوفوا لي هالرز ما شاء الله، رز مفلفل ولا أروع من هيك. هاي انتهينا من وصفتنا لليوم حبايبي. تفضلوا تغدوا معنا يا أحلى متابعين. تابعونا على قناة اليوتيوب، حطوا لايك واشتراك حبايبي، وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. استنونا بفيديو جديد. الله معكم.